أنا أحمد المشوادي ودي سلسلة الطب وعمايله ابيسود 1. لو سألت أي دكتور كده والدكتور ده حب يبقى صادق معاك ويجاوبك إجابة صادقة وقلت له هو أنت سافرت ليه وسبت مصر؟ هيقولك عشان عايز أتعلم، صح؟ الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ لو صدقنا الإجابة دي تفتكر إيه أكتر حاجة أنت اتعلمتها في إنجلترا وشايف إن هي لو اتطبقت في مصر هتفرق جدا في الطب؟ ده سؤال مهم الحقيقة. أعتقد إن أكتر حاجة رغم بساطتها في جوهرها وتنفيذها وفي نفس الوقت لو الحاجة دي اتعملت في مصر هتقدم فرق رهيب في مستوى الخدمة، وهي الدوكيومنتيشن. أنا بنطقها ازاي؟ ثانية واحدة. Documentation. بلاش كنتاكي، بلاش المادة دي، تمام؟ عشان بتوجع لي رقبتي. خليها كنتاكي، هي البلد اصلا كده. المهم الفكرة بقى في ان الدوكيومنتيشنز ده بيعتبر من اهم الحاجات اللي انت المفروض تشتغل عليها في فترة اللي انت بتجهز نفسك لو انت هتسافر او لو انت موجود في مصر. احنا عندنا قاعدة في الطب وهي not documented not done، بمعنى ان انت لو جالك عيان اشتغلت عليه الشفت كله وانقذت حياة العيان ده حرفيا بمجهود عظيم، ولكن كونك ما قدرتش تكتب اي حاجة داخل الفايل بتاع العيان زنا هذا زنا، فاذا انت ما عملتش حاجة للعيان. طيب المشكلة الأساسية بنسمع عن المشاكل القانونية اللي بتحصل للدكاترة، وخصوصا شكوى يعني ضد الأطباء من الأخطاء الطبية اللي ممكن تحصل خلالهم. والحقيقة إن الفيصل في هذا الموضوع، أنا عارف إن هو مش هو ده حل المشكلة الوحيد وإن الموضوع ليه أبعاد أخرى، ولكن اللي في إيديك ممكن تعمله هو إنك أنت لازم يكون عندك طريقة كويسة للدوكيومنتيشنز. إني لما بدأت تريننج في إنجلترا، أنت عندك روتيشن بيبقى 6 شهور بتغير فيها المكان بتاعك، المستشفى بتاعتك. فخلال ال6 شهور ده المفروض بتقابل الكلينيكال سوبرفايزر بتاعك، وده بيبقى عبارة عن كونسلتنت مسؤول عن التدريب بتاعك خلال ال6 شهور دول. بتقابله 3 مرات، في بداية التريننج أو في بداية الروتيشن، وفي نص الروتيشن بعد مرور 2 أو 3، وفي نهاية الروتيشن. نهاية الروتيشن بتاعي أول روتيشن بدأته كان روتيشن يونيت حضانة، وقعدت مع الاستشاري بتاعي وكنا بنتكلم عن البوزيتيف والنيجاتيف في الروتيشن بتاعي، وايه الحاجات اللي ممكن الحاجات كويسه اللي عندي وان انا احافظ عليها، والحاجات اللي هو شايف ان انا ممكن احتاج اشتغل عليها اكتر. ساعتها كان قال لي اني كان جاله كذا فيدباك من كذا كونسلتنت اني انا الدوكيومنتيشنز بتاعي مش افضل حاجه، وهو كان كلامه ليا بيقول لي انا مش عايزك تتضايق من هذا الكلام، لكن انت محتاج تشتغل على الموضوع ده. وساعتها قال لي جملة غريبة جدا، قال لي لما الناس كانت بتقرأ الدوكيومنتيشنز بتاعتك كانت بتتخيل أو بتفتكر يعني إن أنت ما عندكش القدر الكافي من المعلومات عشان تكتب الدوكيومنتيشنز المطلوبة، ولكن لما الناس دي اللي هي الكونسلتنت دي تناقش معاك الحالة بتكتشف إن أنت عندك كم كبير جدا من المعلومات وأنت فاهم كويس قوي إيه اللي مطلوب يتعمل. شكرين يا باشا، كلك ذوق، إحنا بنشحتش. بس انت مش موضح افكارك. طيب هو الخطأ بيحصل منين؟ هو الخطأ بيحصل ببساطة شديدة بسبب ان احنا مش بنسجل بالطريقة المطلوبة. من وجهة نظري انك انت في الدوكيومنتيشنز محتاج انك انت مش مجرد تكتب الفايتالز بلان او الداتا اللي انت جمعتها، انت محتاج تكتب الفيلينجز بتاعتك. بجد انا لما بقعد اقرا الدوكيومنتيشنز بتاعت النيرسينج تيم في الشيفت ببقى مبهور جدا بكم التفاصيل اللي بتتكتب. يعني على سبيل المثال بتتكتب مثلا الأم كانت بتعمل إيه مع الطفل، هل هي قادرة إن هي توفر الاحتياجات للطفل من التغذية وتغيير الدايبر والكونكشن والبوندنج معاها مع الطفل، الكونسيرن بتاعت الأم مثلا في حاجة معينة مضايقاها حتى لو الحاجة دي مش في نطاق الحالة الطبية ممكن تأثر على رعايتها للطفل، لو الطفل عنده اخوات جم ولا لا، حالة اخواته ايه. اكتشفت ان انت مش بس بتسجل، يعني انا مش بس بشوف العيان ده واقول العيان ده جالي ضغطه قليل والعيان ده جالي معدل نبضات القلب بتاعته عالية، ولكن لازم كمان انك انت تقول السوتس بتاعتك اللي ورا الموضوع ده او افكارك ورا الموضوع ده. بمعنى انك انت المفروض تقول والله انا العيان ده جاي لي ضغط قليل وعنده راش او طفح جلدي بشكل معين مخليني ميال اكتر ان العيان ده يكون عيان عنده تسمم بكتيري في الدم،
وان هو ممكن يكون عنده هبوط حاد في الدوره الدمويه او شوك. في نفس الوقت انت محتاج كمان تضيف جزئيه انك انت بتفكر في ايه، ان البلان بتاعتك يتماشى مع الحاله ان هي كذا وكذا وكذا، هو رقم 1، رقم 2، رقم 3. وفي نفس الوقت في حاجات تانية reassuring ان هي مفيش مثلا bleeding، مفيش نزيف، مفيش حاجات تقول مثلا ان العيان ده عنده مشاكل في المخ. كل هذه التفاصيل بتخلي في الاخر ان اللي بيقرأ هو مش بس بيقرأ الداتا اللي انت جمعتها، هو بيقرأ الانتربريتيشن بتاعك وبيقرأ السورس بتاعتك. انا شفت دوكيومنتيشنز الناس بتقول والله انا مفروض اني اعمل تحليل ده كل 3 ساعات مثلا، تحليل سكر مثلا كل 3 ساعات او كل ساعتين، بس انا هحركه مثلا او هغير الميعاد بدل عشان ازوده نص ساعه، يعني اخليه يتحرك كل شويه نص ساعه لحد ما اخليه سينكرونايزد مع الميعاد اللي هو يبعد عن فتره الهاند اوفر او التسليم بتاع التمريض، عشان ما يجيش فتره تبقى مزد بسبب التمريض، وان هو كان بيأخر التست كل شويه لحد ما يظبط الموضوع ده. الخلاصه من الاخر ان هو انت محتاج وانت بتعمل دوكيومنتيشنز لازم تبقى عارف ان الكلام ده كله ممكن في لحظه من اللحظات يبقى هو نجاتك من لا قدر الله تبقى في مشكله، بسبب انك انت لما تحصل مشكله انت صعب جدا تكون فاكر التفاصيل اللي حصل فيها الموضوع ده. الدوكيومنتيشنز مهم جدا يكون في نفس الوقت اللي بيحصل فيه الموضوع. انا في الاول لما جيت انجلترا كنت بعمل غلطه، وهو اني انا مثلا بقعد اشتغل على الحاله وفي اخر خالص ما الاقي نفسي خلصت، اروح بعد كده اجيب اللابتوب وابتدي بقى اكتب كل اللي حصل معايا. واكتشفت الموضوع ده ماشي مقبول، ولكنه في نفس الوقت بيوقع حاجات كتيره، وفي نفس الوقت انت في حاجات بتبقى في الاول بتفكر فيها فبتعملها بناء عليها، بس جيت بعد كده حصلت حاجه فكنسلتها، فانت محتاج انك انت تبقى محافظ على تسلسل الافكار بتاعك والترتيب المنطقي لكل حاجه حصلت. لحد ما لقيت ناس بتبقى واقفه على العيان شغاله معاه، وفي نفس الوقت جايبه اللابتوب حطها على حجرها، بتدي مثلا الاوردرز او بتشتغل بتعمل حاجه، تخلص تكتب على اللابتوب، ترجع تاني تشتغل على العيان وترجع تكتب على اللابتوب. بتبقى الانترز بتاعتهم بالتايم لاين، يعني بيبقى مثلا الساعه 7 حصل كذا، الساعه 8 حصل كذا، الساعه 9 حصل كذا. طيب في الدوكيومنتيشنز بالذات مهم جدا هو ان حضرتك بعد اذنك محتاج انك انت تسجل الكونفرزيشنز اللي بتحصل ما بينك وما بين السبيشاليتيز او ما بينك وما بين الكونسلتنت، لان ده مهم جدا ان هو يساعدك او يحميك من انك انت لا قدر الله في اي مشكله. وفي نفس الوقت لازم تقول افكارك، يعني تقول والله انا كلمت الكونسلتنت عشان شاكك ان العيان ده ممكن يحتاج ترانسفير، محتاج ICU، وبلغته وقلت له كذا وكذا وكذا، وكان رد الكونسلتنت كذا وكذا وكذا، واتفقنا على البلان هتبقى كذا وكذا وكذا. ومش بس كده، وكمان انا كلمت الاهل وقلت لهم ان الكونسلتنت على علم بالحاله والبلان بتاعته كذا، وفي نفس الوقت كلمت النيرسينج تيم وقلت لهم والله الامر كذا كذا كذا. وبعد كده اسجل هل في كونسيرن من الاهل بعد ما بلغتهم البلان، هل في كونسيرن من التمريض، هل التمريض مش عاجباه البلان، شايف ان المشكله دي او يعني الموضوع اكبر من هم يتعاملوا معاه، وهل انت نفسك مرتاح ومبسوط للبلان دي ولا لا. لان في الاخر الدوكيومنتيشنز ده هو تسلسل افكارك اللي لو لا قدر الله بعد 3-4 سنين جات لك مشكله ورحت المحكمه، لازم تبقى عارف ان هو ده اللي هيشهد ضدك او هيشهد عليك. عشان كده حاول على قد ما تقدر تزود في الكتابه والدوكيومنتيشنز، تعرف تخصص له وقت معين وانت شغال على الحالات، ما تسيبوش لحد الاخر، اتعلم تشرح وتكتب. صدقني الكتابه الزياده هتفيدك، والكتابه القليله عمرها ما هتنفعك بحاجه. واخيرا اياك ثم اياك ثم اياك تفبرك في الدوكيومنتيشنز، انك حتى لو عامل كل حاجه صح الفبركه في الدوكيومنتيشنز دي دليل ضدك حتى لو انت مش غلطان. السلام عليكم.